يا حبيبي، مهما كنت محبوبا بين الناس سوف تجد مريضا نفسيا يكرهك بلا سبب، شئت أم أبيت. هناك من يموت حقدا بسببك. ويا صديقي، لا تسمح لأي إنسان كائنا من كان أن يستهزئ بك، فأنت لست بفاشل. وقل له كما تراني أراك، مهما كان مستواك. حياتك الشخصية خط أحمر. إياك أن تقبل الإهانة على نفسك في سبيل الحفاظ على زواج أو مال أو شغل. كرامتك رأس مالك. الله خلقك كريم، والله هو خير الرازقين. فلا تسعى لإرضاء أحد، فإرضاء الناس غاية لا تدرك. لا تجعل همك هو حب الناس. الإنسان الذي يبني لنفسه مجدا لا يلتفت لكلام الناس. والله لو علمت السرعة التي سينساك بها الناس بعد موتك لعشت حياتك كلها لله. فعليك بالتطنيش، فالتطنيش فن راق لا يتقنه إلا محترف السعادة. وإياك أن تندم أنك عاملت الناس بطيبة قلبك وصفاء نيتك. يكفي أن الله تبارك وتعالى يرى خالص نواياك، وعلى نياتكم ترزقون. ومن عاش بصفاء النية نجاه الله من كل بلية، ومن عاش بالمكر مات بالفقر. وضع هذا الكلام حلقة في أذنك. لا حيلة في الرزق، ولا شفاعة في الموت، ولا راحة في الدنيا، ولا راد لقضاء الله وقدره، ولا سلامة من ألسنة الخلق. سيقال عنك ما ليس فيك. فيا حبيبي، بالله عليك إن لم تكن تعرفني فأكرمني بحسن ظنك. يا أهالينا، اتقوا الله فينا، ولا تقولوا عنا ما ليس فينا. اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا. وفي النهاية أتمنى الشفاء العاجل للمصابين بمرض الغل والحقد والحسد وكراهية الخير للناس. اللهم من كان في نيته سوءا لنا فلا تجمعنا به يا ربنا، لا صدفة ولا حلما ولا واقعا. اللهم من أراد بنا خيرا فوفقه لكل خير وأعنا على إكرامه، ومن أراد بنا شرا فأشغله بنفسه واصرفه عنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة وراحة بال. حبيب قلبي، اول حاجة كده ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تاني حاجة كده في الفيديو، ما تنسوش دعوة لماما سعيدة من قلبكم، ربنا يرحمها برحمة الواسعة يا رب، هي وأمواتنا جميعا يا رب العالمين. طبعا بقى ما تنسوش تحطوا اللايك الجميل. انتي بقى ايه؟ انتي انتي هنا يا هايدي؟ طبعا انا هنا. طبعا الفيديو ده كنت مصوراه من وانا قاعده مع رموسه اليومين اللي قعدتهم معاها، بس يعني ايه والله، يعني كنت مضغوطه جدا جدا في شقتي وكده، فمعرفتش انزله. قال بقى ايه؟ لا النهارده. طبعا فيديو خفيف كده ولطيف. طبعا حبيت يعني اعمل لها اي حاجه واساعدها برضو، يعني لو بأي حاجة برضو. قلت بقى ايه، بابا كان بقى ايه في السوق وكده وجايب بقى كرنب، وطبعا ايه وعارف بقى ايه، يعني احنا لما عملت لهم محشي وكده يوم ما كنت هناك فعجبهم المحشي بتاعي يعني. فطبعا ايه جاب لي بقى ايه كرنبتين بقى تانيين، وقلت بقى ايه انا اعملهم بقى معاكم كده، انضفهم واقطعهم كده واسلقهم معاكم. ف بصراحة يعني هو المحشي احسن حاجة يعني، احسن ما تطبخي خضار ورز وشوربة وحاجات من دي كلها. انا يعني بستسهله وبحس ان هو خفيف وحاجة ايه يعني، انه حاجة سريعة يعني بدل ما تعملي كده هو ايه المحشي كده ومع الشوربة مع اي حاجة مع بطاية كده يعني. وفي ناس بقى تقول ده هو متعب ومتعب. لا بصراحة أنا بحب المحشي، بحب أحشي.
بحب اعمله لوحدي كده يعني. فبقى ايه، حطيت بقى كده الورق الابيض كده معاكم في الاول. إيه طبعا بنحط الابيض الاول. طبعا بنحط بقى في المية كده ريحة ملح وحطيت برضو فصين كده من حبهان برضو، بيخلوا ريحة المحشي كويسة. وفي ناس بقى بتحط ريحة زيت كده، بس انا ما بحطش زيت. فاللي انت عايزينه يعني، كل واحد حسب ما بعمل. طبعا بقيت اطلع كده على الصينية، اغسله ابرده وارجع تاني احطه في المصفى يتصفى، عشان لما اجي اقطعه يكون ايه، يكون متصفي من المية بتاعته. متنسوش بقى تحطوا اللايك الجميل على الفيديو، وتشجعوا رموسة وتقولها نزلي يا رموسة وكده. بس هي بقى كسلانة بقى عشان في رمضان، فايه كسلانة بقى شوية. فربنا يهديها وان شاء الله كده ايه تنزل لكم ان شاء الله في اقرب وقت. طبعا بقى كان في شوية ايه يعني، حلة كده ومعلقتين كده قلت اغسلهم. إيه برضه عبال ما ايه الورق يتعامل معايا، فقلت ايه انضف بقى الحوض واللي في الحوض بالمرة، بدل ما انا بقى ايه هقف وهستنى، يبقى واقفة بوقفة اشوف ايه الحاجات برضو اللي محتاجة تتعمل، فبعملها برضو. فالحلة دي بقى كده بقى ايه ما كانتش عجباني، فمسكتها بقى ايه ما اقولكوش يعني، طلعت بقى ايه كله فيها كده، جهدي كله. طبعا طلعت بقى بتلمع كده، طبعا من الصابون الاسمر. وبرضو بقى كان طبق البلاستيك ده قلت برضو كان في خضار وكده، قلت برضو اغسله عشان تكون ايه كل حاجة نظيفة والمطبخ نظيف حواليا برضو. ايه الحلة دي برضو كنت نقعاها، فقلت اغسلها معاكم برضو. إيه الشغل ما بيتعبش يا بنات، والله ما بيتعبش يعني، الشغل ما بيتعبش. لو شغل ايه ما بيتعبش والله. يعني قالك كلمة يعني الكلمة الوحشة هي اللي بتزعل يعني. بس لو اتقالت لكم كلمة كده وانتوا شغالين يعني، لكن اشتغل ومع نفسي كده وكده يعني، الشغل مش بيتعب والله. انك تساعدي اختك، امك يعني، حماتك، حتى لو حد غريب محتاج مساعدة ما تتأخريش. انا بحب كده والله. يعني لو اللي قدامي محتاج حاجة او مساعدة يعني، أو حتى من غير ما يطلب مني، انا من نفسي كده بعمل. يعني لو راح مكان وكده يعني ما اقعدش، مثلا اساعد الموجود في اي حاجة برضو يعني، مش اروح ضيفة يعني، لا اروح والله يعني. احب كده يعني، انا بحب اساعد. خلصت بقى كده والحمد لله، وجيت بقى ايه وسهرتنا بقى كانت طويلة يوم التقطيع ده، عشان انا مقطعة الورق. آه كل ورقة كده بقى ايه على قد المحشية، خد بقى مني وقت، فعملت بقى على قد ما اقدر معاكم. فهتشوفوا النتيجة الاخر بقى يعني، هتشوف احلى نتيجة الاخر، احلى تقطيع. طبعا بقى ايه كان بابا قاعد قصادي وانا بقى مشغلة المسلسلات بتاعتي اللي هي فضيلة خانم وبناتها، كنت بسمعها. وقلت لبابا ايه معلش بقى هاتلي يا بابا كوباية شاي كده، عشان ايه اعدل دماغي كده وانا شغالة. اللي ماشي فرح بقى اجيب لي كوباية الشاي، وانا بقى ايه كان بقى ايه كنت مركزة مع المحشي ومع المسلسل في نفس الوقت. فكده بقى ايه
قعدت بقى اقطع كده، والاخضر على الاخضر والابيض على الابيض، وكانت كرومبتين زي العسل بجد والله. يعني ما خدوش مني وقت. بس يعني ما خدوش مني وقت في السلق والتقطيع، بس يعني خدت بقى وقتي في ايه، في التقطيع اللي قدامكم ده، يعني اني اقطع قطعة قطعة كده. خدت وقتي مع نفسي بقى وانا سهرانة كده مع نفسي. متنسوش بقى تحطوا لايك الجميل وتشجيعاتكم لي رموسة، ويعني والله يعني يا ربنا يصلح حالها ويهديها. بس برضو القناة، يعني القناة صعبانة علينا بجد بجد يعني لغاية ما نقعد نقول لها أنا وأمل خلاص احنا هنبيعها، وطب انتي مش راضية تنزلي، خلاص احنا هنبيعها وتتباع وفلوسها تتعان ليكي، احسن ما انت سايباها كده. يعني ولا بتنزلي ولا بتعملي عليها، يعني حرام. ويعني ده تعبك وتعب ماما، يعني من شوفي بقالكوا كام سنة، فما تضيعيش بقى تعب السنين في يعني في في ثواني. فربنا يهديها ان شاء الله وتنزل، عشان يعني احنا قايلين لها لو ما نزلتش يا رميساء احنا هنبيع القناة احسن احسن، يعني احسن انها تتباع احسن ما تكون واقفة كده. هقعد اقول لها طب خلاص ماشي انا هاخدها، وايه يا ست انا هبيع قناتي وانتي تاخدي، هديكي حق قناتك وانا هاخد قناتك، تمام. فايه اوقات تقولي ماشي خديها انا مش عايزاها، خلاص مش عايزاها. واوقات تاني ترجع تاني برضو ترجع في كلامها، لا خلاص ماشي حاضر هنزل ودينا، حاضر حاضر. عايزاكم تشجعوها كده وتقول لها يا رميسة نزلي، نزلي اي حاجة، اي حاجة بتعمليها نزليها. وانا عارفة ان كلكم بتحبوها وكلكم يعني روحكم فيها وبتقدروها بجد والله. بس عايزاكم يعني كمان يعني تزنوا عليها كده، انكم تقولوا لها نزلي يا رميساء، اعملي مقلب، اعملي اي حاجة. يعني تعمل مقلب طبعا مع امل مش معايا، تعمل في امل مقلب، يعني امل تعمل فيها مقلب. هما حرين بقى، اصل انا مش بتاعت مقالب، فيعملوا بقى ببعض مقالب اي حاجة، قول لها اي حاجة. فربنا يهديها ويهدينا جميعا يا رب. طبعا كده قربت اخلص، بس طبعا مصورتش للاخر، انا قفلت وايه واوريكم التقطيع بقى الاخر والترتيب بقى اللي انا عاملاه في المحشي. عشان كده ايه، بحب انا اجيب الورقة يدوبك على المحشية على طول، مش لازم امسك الورقة واقعد اقطع واقعد اساوي ووقت يضيع في تقطيع الورق. فكده تحسوها بسرعة، وانه يعني حلة المحشي هتخلص في ثواني، صح ولا ايه؟ كده بقى الفيديو بتاعنا ده شكل بقى التقطيع. ايه رأيكم؟ الاخضر على الاخضر والفواتح على الفواتح والابيض على الابيض. قولوا لي بقى رأيكم ايه. اتفضلوا بقى معانا المحشي والكيكة. طبعا كنت عاملة كيكة كده الرموسة عشان بتحب كيكتي، عاملاها بالشوكولاتة، وكنت حاطة فيها برضو ايه قطع شوكولاتة صغيرة كده مبشورة. اشوف وشكم على خير فيديو جاي ان شاء الله. سلام.